طبعا عيسى استغلاه المدرب في الخط الأمامي. محمد سعد دفاع قوي واستغلاه في الإرسال. فيصل رضا كرة قوية وينتقل الإرسال للنصر. طبعا المدربين اثنين كوريين، بالنسبة لمدرب الوحدة كيم وبالنسبة لمدرب النصر هور، وطبعا كل مدرب يريد يفوز. أحمد القطان، رضا، فيصل إلى يوسف خليفة وكرة قوية وصد أحسن من أحمد القطان وينتقل الإرسال للوحدة. طبعا في فترات خلال هذا الشوط الحقيقة النصر بداية ممتازة، أيضا الوحدة الآن بدأ ينشط وبدأ يقدم. ويوسف وكرة داخل خارج، تعاد الكرة. كرة معادة من حكم المباراة. كرة معادة من حكم المباراة لأن مراقب الخط لم يستطع تمييز الكرة أنه داخل الملعب أو خارج الملعب، وطبعا قرار الحكم أن تعاد الكرة بالنسبة لهذه النقطة. وكرة ملموسة وضرب شبك على اللاعب لاعب الوحدة. بالنسبة للكرة لمس الشبك لاعب الوحدة. 10 إرسال استقبال. عبد الله سعد، كرة قوية من عبد الله سعد وينتقل الإرسال للوحدة. إرسال للوحدة. إرسال رضا، فيصل، يوسف، كرة استقبال جيد وكرة خارج الملعب من فهد محمد. 14-11 الشوط الحاسم في لقاء الوحدة والنصر، ختام رحلة الإياب. عبد الله سعد كرة قوية، محاولة من رضا ولكن خارج الملعب. الوحدة 14 النصر 11. هل يا ترى يؤجل الوحدة بطولة الدوري للمباراة الفاصلة بين الفريقين؟ إرسال استقبال من عادل، فيصل، يوسف خليفة، محاولة يوسف خليفة، علي خليفة وكرة، وينتهي الشوط الرابع بفوز الوحدة بنتيجة 15-11 في اللقاء التقليدي بين الوحدة والنصر. وبهذا يؤجل الوحدة بطولة دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم.